في قصة غريبة قوي في علم النفس بس هتفرق جدا معاك. في تعبان كان ماشي وعدى على منشار، فالمنشار جرحه جرح بسيط. تعبان يقوم ساكت؟ لا، افتكر ان المنشار بيهاجمه فرجع يعضه، فراح المنشار مقطع بق التعبان. التعبان خلاص بقى، ده انت كده قاصدني، ده انا هموتك. فراح لافف نفسه حوالين المنشار عشان يعصره ويدمره، وكل ما التعبان يضغط اكتر يتقطع اكتر. زي ما انت اكيد توقعت، التعبان في الاخر بيموت، مش بسبب المنشار بس بسبب رد فعله على المنشار. في علم النفس الحاجه دي بيسموها وايلد هورس افكت. جرح صغير بس رد فعل مبالغ فيه بينتهي بتدميرك لنفسك. المشكله دي بتحصل معاك كل يوم وانت مش حاسس. حد كتب لك كومنت سلبي فتقضي اليوم كله رد عليه وجدال فيه. حد تجاهلك في الشغل فتقعد طول اليوم تفكر هو عم معاك ايه ليه. حد استفزك في نقاش فتحول النقاش لخناقه. في الاخر تكتشف ان الطاقه بتاعتك ووقتك وعمرك راح على حاجات كتير قوي ملهاش اي لازمه. فقبل ما تخش في اي نقاش او جدال او تحرق وقت مع اي حد، افتكر قصه التعبان مع المنشار. انا كريم حنفي، سلام.